وتابعه للخليفه، يعني بيقولوا اسم الخليفه على المنابر، ولما هيعملوا عمله هيكتبوا عليها اسم الخليفه برضو، انما هم مستقلين. تمام. دوله واحده بس اللي قلنا ان هي مستقله تماما وبتتخانق مع الدوله العباسيه ند بند كده، انا خلافه وانت خلافه. دي الدوله الايه الفاطميه، او الخلافه، نقول عليها الخلافه الفاطميه لان هي خلافه قصاد خلافه. الدول المستقله دول تابعه للخلافه. تمام اسميا بس. طيب الدوله الاخشيديه اللي اسسها واحد اسمه محمد بن طغد الاخشيد. ما معنى كلمه الاخشيد؟ يعني ملك الملوك. الكلمه مش عندكم. يعني ايه ملك الملوك؟ يعني الملك الجامد طاحن اللي ما فيش منه اتنين. طب ليه محمد بن طغد خد لقب اخشيد؟ الدوله الفاطميه اصلا ما بداتش في مصر، دي بدات في بلاد المغرب. حلو. يعني لما الخلافه الفاطميه عملت دوله عملوها في بلاد الايه المغرب، وقعدوا يبعتوا يعملوا محاولات لانهم ياخدوا مصر. طبعا لو دي قاره افريقيا فالمغرب هنا ومصر هنا، فقعدوا يعملوا حملات لانهم يحتلوا دوله مين؟ مصر. محمد بن طغد الاخشيد ده كان قائد جيش من الجيوش بتاعت الدوله العباسيه او الخلافه العباسيه، فقدر ان هو يتصدى للفاطميين اللي جايين يحتلوا مصر. الخليفه العباسي عمل حاجتين، اداله لقب اخشيد، وقلت لكم يعني ايه كلمه اخشيد؟ يعني ملك الملوك، اللي قدر يحمي مصر من مين؟ من الفاطميين. ده مش بس كده، ده مسكوا حكم مصر او ولاه حكم مصر. شفتوا القصه بتاعته؟ يبقى مين اللي مسك محمد بن طغد الاخشيد حكم مصر؟ الخليفه العباسي بنفسه. اشمعنى؟ لانه قدر يتصدى لمين؟ الفاطميين اللي جايين يحتلوا مصر. خلاص؟ طيب فانا بنقول محمد بن طغد الاخشيد وتاسيس الدوله الاخشيديه. طبعا عايزين نظبط الكلام اللي مكتوب ده. هنعمل تنسب الدولة الإخشيدية إلى مؤسسة احنا عاملينها يعني؟ طيب أنا اللي هعملها عندي. مؤسسها مين؟ هي على اسم مين؟ محمد بن طغد الاخشيد، يبقى تنسب باسم مين؟ محمد بن طغد الاخشيد. ده كان ماله؟ أحد القادة الأتراك في الجيش العباسي. تاني، أحد القادة الأتراك في الجيش الإيه؟ واحنا عارفين ان العصر العباسي الثاني كان في جنود اتراك وفرس، صح؟ وهم اللي قدروا ياخدوا الحكم وهم اللي قدروا يعملوا الدول المستقله. فدينا بنأكد المعلومه اهو. احد القاده الاتراك في الجيش العباسي ماله؟ نجح في صد الجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر، فولاه الخليفه العباسي حاكما عليها. هستنتج من هنا ايه؟ هستنتج ان الدوله الفاطميه اصلا عايزه تاخد مصر من قبل ما الدوله الاخشيديه تمسك. يعني كان ليها محاولات من بدري. هم مش ترتيبهم كانت الدوله الطولونيه، الدوله الاخشيديه، الدوله الفاطميه. من اول ما الاخشيديه مسكت اهي، او من قبل ما الاخشيديه تمسك، كانوا بيحاولوا يحتلوا مين؟ يحتلوا مصر. نكمل كلامنا. فولاه الخليفه العباسي حاكما عليها. حاكما على مين؟ على مصر. أعاد إليها النظام والأمن، واتخذ مدينة اسمها مدينة الايه؟ عاصمة لدولته. ميس أنا كده هتلخبط، أنا عندي 3 عواصم لحد دلوقتي. بالراحة. عندي عمرو بن العاص عمل عاصمة الايه؟ الفسطاط، صح؟ أحمد بن طولون عمل شاطرين. وادي دلوقتي بنقول محمد بن العسكر. يبقى عاصمة مصر ايام عمرو بن العاص هتقولي الفسطاط، ايام الدوله الطولونيه هتقولي القطائع، الدوله الاخشيديه العسكر. لو انتوا فعلا فاضلين فاكرين ال3 اسامي دول، ففي سؤال رسمي فهمي نظمي في امتحان اخر السنه مش هتنسوه، هتجاوبوا عليه. يبقى تاني العواصم بتاعت مصر اللي احنا خدناها في الدول. عندي في عصر الولاه ايام عمرو بن العاص كانت مصر عاصمتها الايه؟ الفسطاط. طب قبلها ايام البيزنطيين كانت العاصمه مين؟ اسكندريه. بعد وفاة محمد ابن طغد الاخشيد، الراجل ده وصل اللي يمسك الحكم من بعده ابنه، وابنه ده كان اسمه مكتوب بالازرق قدامك اهو، ابو القاسم انجور، عيل صغير. فقال يعني قبل ما يموت قال انا عايز اللي يحكم البلد من بعدي مين؟ ابو القاسم انجور ابنه. ولكن للاسف اتوفى محمد بن طغد الاخشيد، وابو القاسم ده كان لسه صغير في السن.
هيعرف يحكم بلد؟ لا. طب مين يمسك مكانه؟ الواصي عليه. ما هو زمان لما كان بيبقى الولي العهد او اللي هيمسك العهد بعد الحاكم حد صغنن في السن، عيل صغير، كان بيبقى عليه واصي، واحد اهل ثقه كده وقريب من الحاكم قبل ما يموت، فبيبقى هو واصي عليه زي وزير كده. تمام. مين اللي كان وزير عليه او واصي عليه؟ بلاش نقول وزير عشان ما نلخبطش نفسنا. مين اللي كان واصي على ابو القاسم ونجور؟ كافور الاخشيدي. ممكن يقول لي الخادم. الواصي على ابو القاسم كان اسمه ايه؟ كافور الاخشيد. فاللي هيمسك الحكم بعد محمد بن طغج الاخشيد ابنه ولا كافور؟ كافور اللي هو الواصي على ابو القاسم ونجور. ابو القاسم نجور ده بعد ما يكبر هو هيمسك. اما نشوف الدنيا تمشي ازاي. اوصى محمد بن طغج الاخشيد قبل وفاته بالولايه من بعده لابنه، نعلم على الاسم، ابو القاسم ايه؟ ونجور. وكان صغير السن، فمين اللي هيمسك؟ خادمه او الواصي عليه. مين ده؟ كافور الاخشيدي وصيا عليه. وبعد وفاة محمد بن طغج تولى كافور الاخشيدي إدارة الدولة. يبقى مين دلوقتي الحاكم؟ عشان انا اتلخبطت، مين الحاكم؟ كافور الاخشيدي. يعني اول واحد مسك محمد بن طغج الاخشيد وخد اللقب الجامد ده، جامد فحم. طب مين اللي مسك بعد منه؟ المفروض ابنه. كان مدي الوصايه لابنه عشان هيجي في اكله، كافور الاخشيدي بس اللي هيمسك خادمه. يعني مساعده، بلاش نقول خدام عنده، يعني مساعده، ما مش هيمسك خدام. خدام دي اللي هو بيمسح له ويكنس له ويطبخ له والكلام ده، هيمسك خدام؟ لا، خادمه يعني المساعد بتاعه، دراعه اليمين. فمين اللي مسك بقى الحكم فعليا؟ كافور الاخشيدي، وقد حافظ على ممتلكات الدولة الاخشيدية. خلاص، هقرا برضو اللي تحت الصورة. وصى على ابن الاخشيد هو اللي يمسك، اللي هو ابو القاسم ونجور، و سوري، وصي الكلام على مين؟ على كافور. وصي، بترجم لنفسي انا اهو، عيب عليك. وصي على ابن الاخشيد ابو القاسم، وتولى اداره الدوله فعليا بعد وفاه المؤسس اللي هو محمد بن طغج الاخشيد، وحافظ على ممتلكات واستقرار الايه؟ الدوله. والصوره بتوضح لك ان هو كان عيل صغير ما ينفعش يحكم. طيب هندخل بعد كده على طول على سقوط الدوله الاخشيديه. هو حاطط 3 دول في درس، ودي كارثه، دي حاجه مش سهله، فمختصر قوي، جايب لك اهم الشخصيات وخلاص على كده. ندخل على بقى ايه؟ سقوط الدوله الاخشيديه. بيقول لي: وبعد وفاة كافور الاخشيدي سقطت الدولة الاخشيدية بسبب تولي حكم مصر ملوك ضعاف صغار السن، عيال صغيرة، شباب طايش، مش هنقول اطفال، شباب طايش. بعد وفاة كافور الاخشيدي جاب لك سيرة ابو القاسم؟ لا. بس خلاص، يبقى هنا تولى الحكم مصر ملوك ضعاف صغار السن بعد وفاة كافور الاخشيدي. ومادام الحكام ضعاف يبقى هتنتشر الفوضى. اهو انتشار الفوضى في البلاد. مين بقى اللي قاعد يتفرج على المنظر من بره واستغل الموقف؟ الفاطميين. ما هو الفاطميين من بدري عمالين يعملوا محاولات من ايام محمد بن طغج، ما كان قائد لجيش تركي تبع الخلافه العباسيه، وقبل ما يعمل الدوله الاخشيديه اصلا هم قاعدين بيبعتوا في حملات. فمين متابع الموقف وشاف ان بعد ما كافور الاخشيدي مات عمال يمسك عيال شباب طايشين، ضيعوا البلد، ما خلوش فيها امن وامان؟ الفاطميين. فبنقول ارسل الفاطميون جيش بقياده جوهر الصقلي، تمكن من ضم مصر للخلافه الايه؟ الفاطميه. المفروض دلوقتي ان احنا ندخل على الدوله الفاطميه، بس قبل ما ندخل عليها هناخد مظاهر الحضاره في مصر في عهد الدوله الاخشيديه. شهدت مصر ازدهار واضح في مختلف جوانب الحياه في عهد الدوله الاخشيديه. انا خدت ملكين، خدت محمد بن طغج الاخشيد وخدت كافور الاخشيدي. طيب، يتضح ذلك في ايه؟ تحقيق الامن والاستقرار الداخلي. معنى كده ان الاثنين الملوك دول كانوا اقوياء من خلال القضاء على الصراعات الداخليه والاخطار الخارجيه. زي مين؟ الفاطميين. مين اللي عايز يشرب؟ ظاهر الازدهار اللي حصل في عهد الدوله الاخشيديه تحقيق الامن والاستقرار الداخلي، امن واستقرار جوه البلد، يبقى من خلال القضاء على الفوضى ومن خلال القضاء على الصراعات اللي جوه الدوله. كمان تحقيق استقرار خارجي. سك دنانير. يعني ايه دنانير؟ يعني عمله، فلوس. خد بالك ان احنا قلنا ان الدوله الاخشيديه تابعه للخلافه العباسيه اسما، صح كده؟ او مستقله عنها اسميا بس، تمام.
فطبيعي جدا لما نقول سك ودنانير تحمل اسم حاكم مصر ومعاها اسم الخليفه الايه؟ العباسي. طب لو الفاطميه عملت عمله هتعمل كده؟ هتحمل اسم الخليفه الفاطمي حاكم مصر بس. تمام؟ بنوا القصور والاسوار والبيمارستان. مين البيمارستان دي؟ مستشفيات. كما انشأوا السقايات. يعني ايه سقايات؟ مكان بيحطوا فيه ميه. خد بالك ان احمد بن طولون احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان هو عمل قناطر تاخد الميه او ترفع الميه توديها مدينه القطائع اللي هي العاصمه. طب هنا هم العاصمه بتاعتهم مين؟ لا مش الفسطاط، عاصمتهم هنا العسكر. بس هم ما عملوش السقايات للعسكر، هم اللي عملوها لمين؟ للفسطاط. يبقى تاني وركزوا في العمل ده قوي. الدولة الإخشيدية أنشأت السقايات ليه؟ لسكان مدينة الفسطاط، نحط فيها مية لسكان مدينة الفسطاط عشان ما يموتوش من العطش. كمان شيد كافور الإخشيدي مسجد اسمه الفقاعي. فين الفقاعي ده؟ في صفحة تلال المقطم، يعني على الجوانب بتاع تلال المقطم أو في المقطم. طيب تلال المقطم. بالراحة برضو هعيد 3 مساجد. عمرو بن العاص عمل مسجد اسمه مسجد عمرو بن العاص. احمد بن طولون عمل جامع احمد ابن طولون. كافور الإخشيدي عمل مسجد الفقاعي. الوحيد اللي هتلخبط في اسمه ولازم احفظه كافور الإخشيدي عمل مسجد الفقاعي. اعدلي لنا. اخر حاجه الاهتمام بالعلم وتشجيع العلماء والادباء ومجالستهم، يعني كانوا بيقعدوا معاهم. فقد عرف كافور الإخشيدي بحبه للعلم والعلماء ورعايتهم. يا مس احنا كان عندنا هم 2 بس، محمد وكافور. اغلب الحاجات اللي احنا بنحكي فيها دي في عهد مين؟ كافور بس كده. طيب خش بقى يلا على الدولة الفاطمية اللي كلنا مستنيينها. النشأة والتسمية. أطلق على الدولة الفاطمية هذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. وقد أسس الفاطميون دولتهم، أنا لسه قايله لكم فين؟ في بلاد المغرب، والخريطة قدامنا هي بتوضح هم كانوا فين. وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي. ماليش دعوة بالتاريخ. سهلة الفاطمية، سهلة وحلوة. أول سؤال عندي في الدولة الفاطمية محتاجة أركز معاه قوي، وبيجي في امتحانات آخر السنة، بيجي كتير، وممكن يكون موجود في امتحاني بتاع الحصة الجاية. الحصة الجاية عندنا امتحانات درس بالكامل من أوله لآخره. تمام؟ الترم ده أنا مقضيها معاكم ودلع ومياصة بصوا لأبعد الحدود. نفس الدرس مش بدي عليه امتحان، بدي امتحان على الدرس كامل، نذاكر للدرس كامل. طيب الفيديو الأولاني على الجروب، الفيديو التاني دلوقتي أنا بسجله أهو، وبعد ما نخلص هروح رافعاه على اليوتيوب وابعته لكم على الجروب. استيلاء الفاطميين على مصر. ايه الاسباب اللي خلت الفاطميين اللي اسسوا دولتهم في بلاد المغرب يجوا يحتلوا مصر؟ رقم 1 موقعها الجغرافي المتميز. كلنا عارفين ان مصر تقع في وسط العالم، وسط قارات العالم القديم اللي هي مين ومين ومين؟ آسيا وأوروبا. بتطل على بحرين مهمين جدا، البحر الاحمر والبحر، واي حد عايز يعدي بالتجاره كان بيعدي من دوله مين؟ مصر. فموقعها فعلا متميز. يبقى اول سبب خلى الفاطميين عايزين ياخدوا مصر الموقع الجغرافي المتميز زي الفل. 2 قربها من بلاد الشام وبلاد الحجاز. بلاد الشام وبلاد الحجاز. الكلب اللي بيرغي. بلاد الشام وبلاد الحجاز. اشمعنى الشام والحجاز؟ ما اصل الحجاز فيها الاماكن لا الحجاز فيها الاماكن الايه؟ اللي هي بنقول عليها الاماكن المقدسه. طيب والشام فيها بلاد المغرب اسمها دي بيت المقدس. فهم عايزين ياخدوا المكانين دول. وعلى فكره اي حد فتح مصر من الدول اللي فاتت، طولونيه، اخشيديه، وادي الفاطميه، خد بلاد الشام وخد الحجاز. تمام ماشي. يبقى 2. لا مفيش حاجه اسمها سبب واحد، انا اقول لك 3 اسباب تكتبهم 3 اسباب، هم مش صعبين يا احمد. اول سبب موقعها الجغرافي المتميز. ثاني حاجة 2 قربها من بلاد الشام والحجاز. وانا بقول لك اشمعنى الحجاز؟ عشان خاطر دي فيها اماكن مقدسه ودي فيها اماكن مقدسه، دي فيها الكعبه والمسجد النبوي ودي فيها بيت المقدس. طيب ووفرة ثرواتها. مصر مليانه خير، ما احنا عارفين المعلومه دي، فما حدش يقول لي هكتب 1 أو 2، هم 3 مش صعبين. يلا نقولهم مع بعض كده بالراحه. موقعها الجغرافي المتميز. 2 من بلاد الشام والحجاز وفرة ثروات. تمام. كل هذه الامور جعلت مصر صالحه لاقامه دوله مستقله
تنافس مع الخلافة العباسية. لا معلش، اخر 3 كلمات. تنافس الخلافة العباسية. دولة مستقلة لما هتتعمل فعلا في مصر هتبقى قوية وتنافس الخلافة العباسية. زي الفل. محاولات الفاطميين الاستيلاء على مصر، تتابعت المحاولات، كان في اكتر من محاولة لحد ما جه واحد منهم اسمه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. لا قبله بقى ولا المهدي ولا الكلام ده كله، ولا مؤسس الدولة ولا غيره. المهم ان الدولة دي اتعملت في بلاد المغرب. اللي يفرق لي اول خليفة فاطمي جه مصر كان اسمه ايه؟ المعز لدين الله الفاطمي، وده اسم شارع عندنا كلنا تقريبا رحناه. تمام؟ اللي ما راحوش يروحوا يتفرج على ابداع وجمال شارع المعز اللي جنب الحسين وعند الازهر والحتت دي. تمام؟ يعني جمال هتخشوا تتمشوا في الشارع كده تتفرجوا على العظمه. تمام. فبنقول تتابعت محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر لحد ما جه الخليفه المعز لدين الله الفاطمي. عمل ايه بقى الخليفه ده؟ قال لك انا اللي قبلي عمالين يبعتوا محاولات والمحاولات بتاعتهم بتفشل. طب انا اخطط صح عشان اقدر احتل مصر. طب عملت ايه؟ اهتم بتمهيد الطريق من اول افريقيا اللي هي تونس. معنى كده ان هم كانوا مؤسسين الدوله بتاعتهم في تونس؟ لا. امال كانت دولتهم فين؟ بالمغرب. في بلاد المغرب. ولكن هو اهتم بانه يعمل الطريق ويمهد الطريق من فين لفين؟ من تونس. ليه يا ميس عماله تركزي على النقط دي؟ عشان النقط دي بتلخبط في الواجب. الدولة الفاطمية تأسست في بلاد المغرب، ولما جه مهد الطريق مهده من بلاد افريقية اللي هي تونس. تمام؟ الى مصر وحفر الآبار. اشمعنى؟ عشان الناس اللي جاية من المغرب تبدأ حركتها بقى من تونس. هم كانوا خدوا تونس على فكرة هي كمان معاهم. تبدأ حركتها من تونس لمصر، تلاقي آبار، تلاقي استراحات، تريح وتكمل وهي فايقة وزي الفل. مش تروح توصل لحد حدود مصر وهي مرهقة، مش هتعرف تعمل حاجة. ما هو اللي قبله كانت دي غلطتهم. فهو عمل ايه؟ مهد الطريق من اول افريقيا اللي هي تونس لمصر وحفر وحفر الايه؟ 2 اقام الاستراحات عشان الجيش يريح ويكمل، ياخد هدنه ويكمل. الطريق طويل مش صغير. وتدريب الجيش بشكل، وانا عايز اكسب بقى، فلازم الجيش بتاعي يكون مدرب. وبعت القائد بتاعنا لسه قايلين اسمه جوهر الصقلي على راس الجيش. عندما بعت الجيش ده امتى؟ لما وصلته الاخبار ان اللي مات في مصر كافور الاخشيدي. وبعد ما مات كافور الاخشيدي تولى الحكم ملوك ضعاف وصغار سن، فانتشرت الفوضى. الله، حلو كده. هي مصر كده هناخدها، يعني هناخدها. اخر نقطه هنقراها تاني من اولها. ارسل قائده مين؟ جوهر الصقلي على راس الجيش عندما وصلته الاخبار بوفاه كافور الاخشيدي. وانا عارفه السيناريو، او انا عارف السيناريو. لما توفى كافور الاخشيدي تولى الحكم ملوك ضعاف صغار السن، مما ادى لانتشار الفوضى. انتشار الفوضى اللي قدامي دي. طب ما النتائج؟ نجح جوهر الصقلي في الاستيلاء على مصر، وبذلك انتهت تبعية مصر للخلافة العباسية وسقطت الدولة الإخشيدية، وهتبقى مصر تابعة للخلافة. حلو الكلام؟ ماشي. بعد ما استقر الحكم للفاطميين في مصر، كتب جوهر الصقلي للخليفة اللي اتفتحت مصر في عهده. ونركز قوي على حتة ان اللي جه فتح مصر القائد جوهر الصقلي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، مش المعز بنفسه اللي جه فتح يا عيال، اللي فتح جوهر الصقلي. فأرسل للخليفة المعز لدين الله الفاطمي يدعوه لتولي الحكم بنفسه. تعالى يا باشا بقى نور بقى بيتك ومطرحك. وفعلا بمجيء المعز لدين الله الفاطمي من بلاد المغرب إلى مصر أصبحت مصر هي مقر الخلافة الإيه؟ الفاطمية. خلاص؟ يبقى مجرد ما الخليفة ساب المغرب وجاء قعد في مصر أصبحت مصر هي مقر الخلافة الفاطمية. فبيدعوه لتولي أمور الحكم بنفسه، وأصبحت مصر منذ وصوله مركزا للخلافة الإيه؟ الفاطمية. ليه؟ ما هو المركز أو العاصمة دي المكان اللي فيه الحاكم، والحاكم ساب المغرب وجاء قعد في مصر، بقت مصر هي مقر الخلافة الفاطمية. طبعا اهتم بتأمين حدود دولته من الأخطار الخارجية. أي حد بيمسك دولة بيحمي حدودها
وفعلا قدروا يوسعوا حدود دولتهم لحد ما شملت المكانين اللي هم جايين عشانهم، بلاد الشام وبلاد الحجاز. خط سير الرحله اهي قدامكم متصوره، بقروها، نعملها لكم بصوره بقروها لما تروحوا، مش وقته. الحضاره بمصر في عهد الدوله الفاطميه، ترك الفاطميون تراث زاخر يعني ثمين، كله حاجات حلوه، شمل العديد من الاثار المعماريه والفنيه، شمل جوانب كتير قوي، بالاضافه الى التاثيرات الثقافيه والاجتماعيه. الفاطميين عملوا حاجات في مصر ليها تاثير علينا لحد النهارده. مثلا من ضمن الحاجات، شفتوا الزينه اللي احنا بنعلقها في رمضان؟ اللي بدا الكلام ده في مصر الفاطميين. هو الدرس مديكم مميزاتهم، بس انا احب ان انتوا تسمعوا عن الدوله الفاطميه او تقروا عن الدوله الفاطميه على النت. يعني الدوله الفاطميه دي من ضمن العيوب اللي عندهم، كان فيهم خليفه اسمه الحاكم بامر الله. الحاكم بامر الله ده ما كانش بيحب معاويه ابن ابي سفيان، فمعاويه ابن ابي سفيان ده كان بيحب ياكل ملوخيه. الحاكم بامر الله منع اكل الملوخيه في مصر خالص. ده مش بس كده، جم في فتره في الدوله الفاطميه برضو دي اللي احنا ناخد مميزاتها، هحب اديكم العيوب الاول. عايزين يمنعوا الستات من ان هي تخرج من البيوت خالص. طب يعملوا ايه؟ قفلوا محلات اللي بتعمل القبقاب اللي الست بتلبسه. القبقاب عارفينه؟ كان شبشب زمان اسمه قبقاب كده بتاع بيطرق. منعوا ما طلع الجديد ده حقيقه، الحاجات اللي بتطرع اللي احنا بنلبسها دي. منعوا تصنيع القباقيب خالص في مصر عشان محدش من الستات تخرج من البيوت. فعشان كده بقول لكم بقروا عنه. بس احنا ناخد الايوبيه والمملوكيه مش موجودين هنا ليه؟ الحصه اللي بعدها. الدرس اللي بعدها. دول درس لوحده، دول قصه تانية خالص. المهم من ابرز انجازاتهم بناء مدينه القاهره. والله فيها اقاويل، بتقول لي ان القاهره اصلا مبنيه من الاول، مش هم اللي بانيينها. ايوه كان اسمها بابل الناس قبل ما تروح. خلينا مش بابل اللي في العراق، ما تلخبطش نفسك. في اقاويل في الكتب بتقول لي ان القاهره مبنيه من الاول. احنا مالناش دعوه، احنا كل اللي لنا دعوه بيه ان هو هنا في الكتاب بيقول لي ان اللي شيد مدينه القاهره، ويمكن من رابعه ابتدائي بيقول لك المعلومه دي، اللي عمل مدينه القاهره قائد جوهر الصقلي، واول ما عملها بعت للخليفه المعز لدين الله الفاطمي يجي يقعد في مصر، وقعد في العاصمه اللي هي القاهره. فالعاصمه دلوقتي القاهره. معلش عشان انا رخمه وبحب الرخام، هعيد تاني. انا عندي كده 4 عواصم. اول عاصمه بتاعت عمرو بن العاص كان اسمها الفسطاط، احمد بن طولون كان اسمها محمد بن طاغر، وادي دلوقتي الخليفه الفاطمي القاهره. ماشي. بنوا مساجد واتخذوها مركزا لنشر العلم والثقافه، ومن اهم المساجد دي طبعا الجامع الازهر الشريف. وطبعا سموا نفسهم الفاطميين نسبه الى السيده فاطمه الزهراء. اظن دلوقتي انتوا عرفتوا كلمه الازهر دي برضو جايه منين. طيب، شيدوا المدارس والمكتبات، مثل مكتبه في الاسكندريه اسمها مدرسه في الاسكندريه اسمها مدرسه الحافظيه. ونحفظ الاسم، مين اللي عمل الحافظيه؟ الدوله الفاطميه او الفاطميين. فين؟ في الاسكندريه. اهتموا بالعلم والعلماء، فاصبحت مصر عباره عن جامعه علميه وفكريه وادبيه كبرى، اتاخد عنها علوم كتير. الناس اللي في الشرق جت خدت، والناس اللي في الغرب جت خدت، واغلب العلوم دي كانت بتخرج من الجامع الازهر. وطبعا دلوقتي في جامعه اسمها جامعه الازهر. فمين اللي عمل الجامع الازهر؟ الدوله الفاطميه. بنوا جيش واسطول. طبيعي جدا، انا عايزه احمي دولتي وعايزه اوسع حدودي، لازم يكون عندي جيش واسطول قوي. فبقول لحاجتهم اليها في فتح بلدان جديده، ما انا عايزه اوسع حدود دولتي. ولحمايه حدود الدوله ونشر الامن هتعمل ده ازاي؟ لما يكون عندك جيش واسطول قوي. اي حاجه فيها بنو جيش واسطول قوي هجاوب على طول وانا مغمض، لحمايه حدود الدوله ولتوسيع حدود الدوله وحفظ الامن والامان جوه الدوله. اي دوله في الدنيا اقول لك عملت جيش واسطول قوي تقول لي ال3 اسباب دول. عايزين يحموا حدود دولتهم، يامنوها ويوسعوها وينشروا الامن والامان جواها. سك عمله جديده. الله، سك عمله جديده هيكتبوا عليها اسم الخليفه واسم الخليفه العباسي. ايوه الخليفه الفاطمي والخليفه العباسي. الفاطمي بس يبقى كتبت باسم الخليفه الفاطمي فقط، لان دي خلافه ضد الخلافه العباسيه. لما كتبوا لا اله الا الله بيكتبوا عليها لا اله الا الله وبسم الله، ويكتبوا اسم الخليفه والتاريخ وحاجات كده. بسم الله 57. الاحتفال بالاعياد والمناسبات الدينيه
حرصوا اثناء احتفالاتهم على نشر مظاهر البهجه والفرح بين الشعب المصري. حرصوا اثناء احتفالاتهم على نشر مظاهر البهجه والفرح بين الشعب المصري من خلال تزيين الشوارع زي ما احنا بنعمل، وتوزيع الحلوى زي ما احنا بنعمل، وتوزيع الحلوى والطعام على الفقراء، وإقامة المواكب. المواكب ده موكب كده زي احتفاليات بقول عليها موكب. احتفالية بحط الخليفة كده، شفتوا يشيلوه على خشبة ويمشوا يلفوا بيه زي الانديين. فهو هنا بيقول لي إقامة المواكب الرسمية للخليفة وكبار رجال الدولة وغيرها. يعني بيتعمل له قعده بقى محترمه كده، قعده كبيره، يقعدوه على كوشه عاليه يتفرجوا عليه. يمشوه على بهودك كده بيتشال عليه. يحطوه على فيل، يحطوه على كلب، يحطوه على ايه، المهم ان هم فرحانين بيه يعني. طيب النقطه اللي جايه مهمه قوي، زراعه اشجار الغابات. اصل مصر المعروف عنها ان هي ما فيهاش غابات كتير، لان مصر اغلب مساحتها بتقع في الاقليم الصحراوي، والاقليم الصحراوي الطبيعي بتاعه ان هو ما فيهوش غابات كتير. بس ده ما يمنعش ان الجزء الشمالي منها تبع الاقليم اسمه اقليم البحر المتوسط، فده ممكن يتزرع فيه ايه؟ غابات. بيقول لي هنا زرعوا اشجار غابات. هو شجر الغابات هناخد منه ايه؟ الخشب. يبقى للحصول على الاخشاب اللازمه. طب انت عايز خشب تعمل بيه ايه؟ لبناء الاسطول الحربي والمراكب التجاريه. بالراحه. ليه اشجار غابات؟ عشان يجيبوا خشب. هيعملوا ايه بالخشب؟ سفن. بس سفن خد بالك حاجتين، حربيه وتجاريه. سهله اهي. يبقى زرعوا الاشجار بتاعت الغابات ليه؟ عايزين خشب. هيعملوا بيه حاجتين، هيعملوا بيه سفن. طب السفن دي لايه؟ او مراكب لايه؟ حربيه وتجاريه. وقد كان الفاطميون يعاملون الفلاحين معامله قائمه على التسامح والرعايه. خشينا على حركه التجاره. تنشيط حركه التجاره مع البلاد الاسيويه والاوروبيه. يعني مصر بقت زي سوق تجاري كبير، الاسيويين بيجوا يتاجروا معاهم والاوروبيين كمان بيجوا يتاجروا معاهم، والتجاره بتاعتنا رايحه اسيا ورايحه اوروبا. واظن احنا خدنا الدول اللي في اسيا والدول اللي في اوروبا. كانت لمصر علاقات تجاريه مع العديد من الدول، وكانت علم بقى الاسكندريه من المراكز الرئيسيه للتجاره. مركز رئيسي للتجاره عندي طبعا الاسكندريه. على انهي بحر، الاحمر ولا المتوسط؟ اسكندريه على الاحمر. منك لله انت واللي بتديك دراسات في ساعه واحده. اسكندريه على البحر الايه؟ المتوسط. طيب من المراكز الرئيسيه للتجاره، فكانت بتنقل منها البضائع الاسيويه الى اوروبا، وترد اليها تاني السفن الاوروبيه محمله بالسلع والخامات اللازمه للصناعه المصريه. يعني اسكندريه اللي على البحر المتوسط بتاخد بضايع من اسيا توديها اوروبا، وتجيب حاجات متصنعه في اسيا توديها مصر، وتوديها تاني اسيا عادي. خد بالك من المعلومه الاسرائيليه دي عشان اقول لكم يلا اطلعوا بره. ودي من ضمن الحاجات الحلوه اللي هم عملوها، بس احنا عارفين ان كل دوله ليها مميزات وليها عيوب، فانا اديكم العيوب في السر كده في الاول. عايزين تعرفوا عيوب اكتر روحوا اقروا عنها. معلومه اسرائيليه بيقول لي انشا الخليفه المعز لدين الله الفاطمي دار في مصر اسمها دار الكسوه. وكسوه دي يعني بتعمل حاجه تتلبس. ايه ماشي يا تيه استنى. دار الكسوه دي شغلانتها ان هي تفصل الكسوه بتاعت المفروض هنا بيقول لي ثياب موظفي الدوله واي وكمان ثياب الامراء والوزراء والاشراف. الاهم من كل ده يعني دار الكسوه دي بتعمل اللبس بتاع الناس المهمه في الدوله، والاهم من كل ده ان هي بتعمل الكسوه بتاعت الكعبه. وكانت بتنسك في القاهره وترسل سنويا في موكب ضخم جدا الى الحجاز قبل موسم الحج. يعني الكسوه اللي على الكعبه دي كانت ايام الفاطميين بتتعمل فين؟ في مصر. ده دليل طبعا على ان مصر كانت دوله كان يا مكان يا سعد يا كرام.